غصب عني تكون عندي مشاعر سلبية تجاه التغيير. غياب الهدف هي بتبقى مشكله كبيره سواء كانت تجارب سلبيه او ايجابيه. الهدف في حوارنا احنا عايزين نتغير لايه؟ لا، ما انت هتنجح في المره ال15. انا هسيب النقطة اللي انا عايزة اتغير فيها دي واروح لنقطة تانية. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست تغيروا. مبسوطين جدا واحنا بنتكلم في سلسلة حلقات عن التغيير والتشكيل الروحي وازاي اكون بمشي سكة تغيير حقيقية مع ربنا. خلينا قبل ما نبدأ حلقتنا نرحب بضيوفنا. ضيفين المرة دي ديفيد بطرس. اهلا يا ديفيد. اهلا بيكي. ومعانا ماجد. اهلا يا ماجد. الحقيقة منورنا بنورك، ميرسي جدا. انا مبسوط اكون معاكم. احساسكم ايه واحنا بنتكلم عن التغيير، وخصوصا ان موضوع الحلقه بيتكلم عن ايه معوقات التغيير اللي احنا بنشوفها في السكه الكبيره بتاعه التشكيل الروحي اللي احنا بنعدي بيها؟ لا، احساسنا ايه؟ التغيير ده ضروره من الحياه موجوده، يعني مفيش حد بيثبت على حاله للعمر كله. يعني انا بكبر بتغير جسديا وذهنيا، بس بتغير ازاي والايه والفين وعايز اتغير ولا لا، هي دي المشكله. هو في كل الدوائر في تغيير، بس هو السؤال انا بتغير للاحسن ولا للاسوأ؟ لانه لو جينا بصينا حتى على الشغل، واحد بيتغير عشان يكسب اكتر، في الدراسه بيتغير علشان يبقى ذهنه اوسع ويقدر يستوعب مواد اكتر. فالتغيير في كل حته، لكن بنيجي عند الجانب اللي هو خاص بالامور الروحيه وبتغير علشان اقرب من ربنا اكتر، بلاقي شويه الناس مش فاهماه. طيب يعني احنا بنتكلم في المعوقات بقى، يعني هندخل على طول في المعوقات العمليه، في ان احنا ازاي بنكون في مشاكل بتعطلنا ان احنا نكون بنتغير. فكتير بيشوفوا انه الخبرات السابقه ومنها كمان بالذات السلبيه هي اللي بتعطلني ان انا اكون بتغير. فرأيكم ايه في الموضوع ده؟ بصي، واحدة من الحاجات اللي بتواجهنا كلنا بقى، مؤمنين وغير مؤمنين، ان احنا بنبقى راضيين بالواقع بتاعنا. فباجي اقول الواقع بتاعي مش وحش قوي، فليه التغيير؟ والناحية التانية بقول ان انا التغيير ده محتاج مجهود ومحتاج وقت، فانا مش لاعب. مش انا باخد بقى الجانب الناحية التانية، انا كسلان، مش عايز، مش راضي. فالرضا بالواقع بتاعي ان هو حلو، مش عايز اتغير، والجانب التاني ببقى شاعر ان ده مجهود ومحتاج وقت ومحتاج تكلفة، فانا ليه اعمل ده؟ خليني زي ما انا كده مبسوط. فالجوانب دي، الجانبين دول بيعطلوا شوية ان انا اتغير. ولو اتغيرت فبقول لا انا هفشل، لا انا مش هقدر، لا انا مش هكمل. او احساس الفشل ده برضو اوقات بيخليك انك زي ما انت قلتي مش لاعب. بس الناس ما تعرفش بقى انه المحاولات الكتيرة نتيجتها محاولة ناجحة. الفشل الكتير بيبقى فيه مرة نجاح. فعادة انا ببص للفشل وببقى قاعد فيه وقت طويل، لكن في مرة ومرتين انت نجحت، اتغيرت، كبرت، نضجت في جزء معين، ضربت التدريب روحي معين فكبرت فيه. ما ببصش على ده، ببص على مراحل الفشل. ما اعرفش ماجد انت موافق على بقوله دوت؟ يعني انا بس عايز اقول حاجه، هضيف على كلام ديفيد في حته بس شويه، انه انا فكره المحاولات الكتيره ساعات كتيره بتزقنا لحته اليأس. ان انا حاولت، فان انا اصدق انه ممكن بعد ثالث او رابع محاوله أنا انجح. مش بتاعتي. فده اللي بيخلق جوايا حاجه اسمها التجارب السلبيه بقى، ان انا حاولت مره واثنين وثلاثه، فكره تقول لي انه لا، ما انت هتنجح في المره ال15، لا انا مش هجرب، ما عنديش تاني. نفس اصلا ال 15 واخسر يعني. وخسرت كتير، وخسرت ان انا ثقتي في نفسي اتهزت، راي الناس فيا، فايه اللي يخليني اخش في المغامره؟ فان انا اثابر لغايه ما احاول. يعني هي دي المشكله الكبيره اللي ممكن تقابل حد بيحاول وما لقاش سكه نجاح من اول او تاني وتالت مره يعني. ايوه، طب انا برضو اعمل ايه؟ ما هو انا برضو بسابر وجربت 15 مره ان انا اكون بتغير في الحاجه الفلانيه وبرضو ما بتغيرش، فغصب عني تكون عندي مشاعر سلبيه تجاه التغيير. فخلاص بقى انا هسيب النقطه اللي انا عايزه اتغير فيها دي واروح لنقطه تانية. انا بقول دايما في حته كده يعني اسمها وجع التغيير، انه في حته انا بوصل لمنطقه انا موجوع للدرجه في تمن بيدفع. ايه في تمن إن أنا بيدفع. خلاص بقى يعني. وديفيد كان بيقولها من شويه، فكره انه يعني انه انا واصل لمرحله انه هتغير، ما الحياه ماشيه، مش راضي بالواقع بتاعي، والدنيا بتجري رفضه. بيا، والدنيا بتتحرك بيا، والدنيا فالوجع ده اللي انا وجع الثبات، وجع قبول الموقف اللي انا فيه، فده بيخليني خلاص بقى هخش المغامره ديت يعني. بس بتبقى محتاجه عوامل تانية تساعد، لانه برضو فكره التجارب السلبيه ان انا حاولت كذا مره هتفضل بتطاردني ومخوفاني، فانا موجوع. فيبقى عندي اختيار من حاجه من اتنين، يا اما اكمل موجوع كده بالوضع اللي انا فيه، يا اما اخش مغامره وجع ان انا اجرب مره تانية وافشل.
تبقى عندي الاختيارين دول يعني. في برضه جزء سلبي اوقات بقى سيد الايام دي، انا مشغول، انا مش فانا ما فاضي. عنديش وقت احاول اصلا. فالناس حاسه ان هي مشغوله مش فاضيه، كمان الضغط اللي في الشغل والضغط المادي والضغط اللي في الظروف، فخلى الناس حاسه ان انا دي مش اولوياتي. اولوياتي بقى اكل العيش، اولوياتي ان انا اعلم عيالي، اعلم، ادخل حاجه كويسه. لا اخدم. ديفيد، ده كمان فكره انه يعني انا بكسب يعني الدنيا ماشيه معايا كويس دلوقتي، فهاخد مش مغامره محتاج. ممكن اخسر انا فيه دلوقتي، يعني حتى لو في حاجات مش عجباني بس اللي عاجبني شغال، عشان اخد مغامره بقى ان انا اخد خطوه مختلفه. يعني المكسب اللي هكسبه من المغامره دي مش مجزي بالنسبه ولا اللي لي. معايا دلوقتي، اللي هي صح. المثل الشعبي عصفور في اليد ولا 10 على 10. الشجره، فخليني في اليد. في 10 على الشجره وفي حاجات حلوه جدا بيكلموني عنها في التغيير، بس انا معايا عصفوره في ايدي دلوقتي وخليني اكمل كده احسن ما اخش مغامره تانية واخسر فيها يعني. انا كمان بحس اني مش بس المحاولات اللي باءت بالفشل هي اللي بتحبطني، لكن كمان المحاولات الناجحه هي كمان بيبقى ليها تاثير سلبي عليا. انا اخدت شوط كبير مثلا في اني انا ابطل عصبيه، او اني كلامي على بقدر الامكان يكون مملح، ولما بنجح في ده بنسبه انا بحس احساس حلو كده. بص لك على حاجه انا لمستها، ما اعرفش دي تتفق معايا فيها ولا لا، اكيد وانا اتفق يا بخدم. ماجد. اكيد تتفق، ربنا يسهل ربنا يستر. لمستها في واقع حياتي انا وفي الخدمه، فكره غياب الهدف هي بتبقى مشكله كبيره سواء كانت تجارب سلبيه او ايجابيه. لو انا الموضوع ماشي معايا كده، يعني ما عنديش حاجه عايز اوصل لها، ما عنديش دافع عايز يعني ما عنديش حته كده انا عايز اروح لها، هتقابلني مشكله في كل الاحوال سواء انا فشلت او نجحت. لان زي ما انت قلت كده انا نجحت تمام زي الفل، انا بقيت زي الفل وحلو كده وهنقف عند المنطقه دي. وبأنتخ بعدها شويه بالظبط، حلوين يعني. وقاعد افتخر بنجاحي ايوه. واقتر هذا النجاح اه. للدرجه اللي هيتحول لفشل مع الوقت. امم. ليه؟ لان انا ما عنديش حته كده انا طموح ان اوصل لها، هدف انا عايز اتحرك ناحيته واكون بروح له، ما عنديش ده. فده هيخلي سواء كانت تجارب سلبيه او ايجابيه هقف ومش هكمل تغيير، مش هكمل الرحله بتاعتي، واللي حققته هخسره مع الوقت يعني. يعني انا دلوقتي في مجتمع كنسي، بروح الكنيسه بلاقي كل اللي حواليا مؤمنين، فانا زيهم فتمام. بطلع من الكنيسه اروح الشغل بلاقي نفسي لا انا مش زيهم، انا احسن منهم، انا مؤمنه وانا عندي تعليم وحاجات احسن منهم، فانا خلاص انا كده تمام، انا وصلت للحته اللي عايزه اوصل لها، وصلت للستاندرد. بس محدش وصل، هنفضل طول عمرنا نتغير. ده احساسي ان انا بلاقي ناس يعني بتتكلم على فكره المقارنه صح كده؟ انا يعني انا الاقي نفسي ان الدنيا تمام، فانا احسن الوحشين، مش عكس ده، بالعكس انا احسن الحلوين كمان، مش يعني بس احسن فكره الوحشين. ايه، انا حاولت شويه كده وفشلت، بس لما رحت مجتمع ما لقيت ان انا بالفشل بتاعي ده افضل من ناس موجوده، فتمام زي الفل كده، او العكس. وفي اماكن تانية، مجتمعات تانية زي ما ماجد ختم بيها كلامه من شويه، في مجتمعات تانية لا افضل بكتير. فانا باصص على الجانب اللي هم اوحش مني وانا كويس، فانا راضي. وده اللي قلنا من شويه، ان انا بقيت راضي بالواقع بتاعي، مع انه في مجتمعات تانية افضل مني وانا مش بركز عليهم. والهدف في حوارنا احنا عايزين نتغير لايه، هو اللي ماجد قاله ايه الهدف. انا عايز اروح لايه، انا عايز اتغير ابقى انهي صوره، عايز اتغير ابقى زي مين. يعني لما واحد بيلعب كوره فبقى حاطط قدامه ميسي وحاطط محمد صلاح، يعني ده الهدف، مش بيحط يعني واحد ما نموذج. بيعرفش يلعب. فايه الهدف اللي قدامي اللي انا عايز اروح له عشان اتغير ابقى زيه؟ فلو الهدف ده موجود قدام عينيا، مركز فيه، مهتم بيه، كمان شايف خطوات ووضوح في اللي بعمله، لا انا هكمل، انا مش هرجع لورا. انا عارف ان الرجوع لورا ده بيزود زي ما انت قلتي في الاول عدد الفشل، وببقى حاسس ان انا محبط وحاسس ان انا مش بعمل حاجه وانا موجود لي على الارض. لكن لو انا عندي الهدف واضح ماشي بخطوات فيه، اعتقد هبقى شاعر انه تغييري ليه نتيجه. يعني افهم من كلامك ان احنا لازم نعلي سقف توقعاتنا في التغيير. يعني مثلا اي حد بيتكلم عن التغيير لازم بيجيب سيره موسى اللي كان مش نعلي عارفه في السقف الاول دي ايه. جمله خطر جدا. اه. نعليه لايه؟ ما هي ما هو الفكره هل دايما موسى مثلا كان متوقع ان هو هيوصل ان هو يكون حليم بعد ما قتل واحد؟ لا ما اعتقدش موسى كان متوقع انه يبقى حليم بعد ما قتل واحد، كان متوقع يبقى ايه. يعني موسى كان بيتحرك بناء على اللي شايفه هيعملوه دلوقتي قدامه. وصل ليه في الاخر ده احنا كلنا اتفاجئنا، اعتقد موسى اتفاجئ معانا ان هو بقى شخص حليم وصبور وشخص عنده قدره على قياده الشعب. يعني لو جيت سالت موسى في بدايه حياته انت هتبقى كده في يوم من الايام، هو شايف نفسه قائد عسكري. لما نزل حتى تعامل مع الناس في اول مره بمنطق القائد العسكري، ده مش صح، ده غلط، موت، ده شغل عسكري، هو شايف نفسه كده. لكن يبقى قائد اداري وسياسي واقتصادي للشعب، ما اعتقدش كان عنده رؤيه دي لنفسه بالطريقه دي. بس عايز ارجع للحته انت قلتيها، سقف التوقعات.
لان دي اكبر مشكله انا بشوف بتقابلني وبتقابل اي حد في التغيير، ان انا ساعات ممكن انبهر بحاجه واقول انا عايز اوصل للحاجه دي، والحاجه دي اصلا لا تناسبني ولا تنفعني ومحتاج خطوات تتمشي كتير، بس انا عليت سقف توقعاتي زي لدرجه. ايه؟ يعني لو هي حاجه كويسه فليه ما تناسبنيش؟ يعني مثلا انا لسه متخرج، ما هاخد مثال في الفلوس مثلا. مم. يعني مثلا لو انت لسه متخرج ولسه بتبدا حياتك ورحت حطيت سقف توقعات، انا عايز يبقى عندي عربيه الفلانيه وساكن في الحته الفلانيه واعمل فرحي في المكان الفلاني، توقعات عاليه جدا على الارض اللي انت بادئ منها. فانت المفروض يبقى الهدف الاول هدف مرحلي، يعني المرحله ان انا استقر في شغل، وبعد كده ان انا انجح في الكارير بتاعي، وبعدين ان انا اترقى، وبعد كده مرتبي يزيد. فان انا عليت سقف توقعاتي فطبيعي جدا احبط. نفس الفكره برضو في المجال الروحي، انا عايز ابقى شخص بلا خطيه، شخص باخد خلوتي بالثلاث ساعات، وعايز شخص اكون ليا دور مؤثر في الكنيسه. انت بادئ من انهي حته؟ ايه الارض اللي انت بادئ منها؟ وبناء عليها بتحط الهدف بتاعك. لكن هتنبهر بناس حواليك وتقول عايز ابقى زي فلان وزي علان، او عايز احط الحته دي قدامي وهي بعيده جدا عن الارض اللي انت بادئ منها. صح. طب ما طبيعي هتحبط وطبيعي هتفشل، وهيفخ تقول ايه مفيش فرصه ومش هتغير والوضع يفضل زي ما هو، وتتحسب بقى ضمن تجاربك السلبيه بعد كده. وده كمان اللي بيقوله ماجد بيعمل انفصال ما بين الواقع والامور الروحيه اللي أنا عايز اروح لها، فحاسس ان انا سقف توقعاتي العالي ده انا مش قادر عليه، فانا لا قادر في علاقتي مع ربنا ولا قادر حتى اتغير في الحاجات اللي هو زي مثلا ماجد الفلوس، او انا عايز اشتغل، فشاعر في تحديات، فده بيعلي جدا سقف التوقعات. بيعمل احباط شديد. احباط، بيعمل انفصال ما بين الجانب الروحي والواقع، بيخليني كمان اركز على الشكل مش على الجوهر. هو انا عايز قلبي يتغير، يعني الجوه يتغير، ولا عايز اللي بره يتغير؟ فلو عايز اللي بره يتغير، خلاص بقى انا هعلي التوقعات وهقول عايز اروح في احلام فين واصيف مرتين في السنه في الساحل وبحط بقى اهداف عاليه. لكن الجوهر عايز يتغير الاول. لو الجوهر اتغير، لو القلب اتغير، لو الفكر اتغير، السلوك والامور اللي حواليا بالتبعيه هيبقى سهل انه هتتغير. يتغير. يعني أنا مثلا فاكر يا ديفيد لما جيت مم. للمسيح جديد، ولسه ببدا خطوات الايمان بتاعتي وحياتي كانت متلخبطه ومش افضل حاجه، وبعدين وقف خادم على المنبر كده كلمنا عن انه حياه القداسه اكتسبها لما قعد طول الليل يصلي اكتر من 7 او 8 ساعات. فانا خدت التحدي ده قدامي، ان انا خلاص انا عشان اتغير انا هقعد اصلي 7 8 ساعات. يعني قعدت احاول اعمل القصه دي حوالي بتاع شهر، وكل مره بفشل. يعني لو كملت ساعه وكل شويه ابص في الساعه، يعني لسه فاضل كتير فاضل كتير، لغايه ما وصل لي انطباع كده في الاول انه لا ده مش طريقي، ده مش دي مش كاري سكتي. خلاص. لا ده بالظبط كده. يعني خلينا ايه بقى ايه، لانه انا حطيت سقف عالي ممكن اوصله في يوم من الايام، ما اعرفش، بس ده سقف عالي قوي. انت ايه اللي محتاج تاخدها الخطوه الجايه؟ هرجع نفسي قلته من شويه، انه الارض اللي بتبدا منها لازم تعرف انت واقف على انهي ارض، وبناء عليها بتحط الخطوه اللي بعدها والخطوه اللي بعدها. فكده التغيير يبقى منطقي شويه، وهتلمس تغيير في حياتك بيحصل، انك هتتغير فعلا. طيب ايه تاني معوقات بتعطلني في التغيير؟ سؤال مفتوح قوي ده. يعني من وجهة نظرك يعني. عايزين نتكلم بصراحه يعني. يعني يا ريت ارجوك. فكره ان هقول لك على حاجه كده شفتها مثلا، فكره انه انا يعني حاجه غريبه بس مستغربها شويه. فكره انه انا متربي من صغري في بيت كويس وكنيسه، يعني بحضر وملتزم والدنيا تمام، فشايف انه يعني التغيير ده مش سكتي انا الدنيا معايا مستقره تمام. اللي بناخدها بمعنى تاني لما كنا بنتكلم، فاكر مره في التلمذه بنقول للناس على فكره الاختبار الشخصي، فحد بيسالني السؤال ده بيقول لي انا ما عنديش اختبار شخصي. يعني انا مش عارف انا اتولدت هو لقيت نفسي في بيت مسيحي في وبروح مجتمع الكنيسه من كنسي. صغري، مدارس احد، اجتماع اعدادي، اجتماع ثانوي، فما عنديش اللحظه اللي بقيت فيها التغيير. فهو شايف انه حياته هي كده ثابته ما بتتغيرش، هو في تغيير بيحصل بس هو مش قادر يلمسه ولا يشوفه، لانه ما عندوش في حياته كده يعني خطوات انتقاليه، هي ماشيه واحده واحده، ماشيه حته حته كده مع الوقت. فده بيخليه مع الوقت يصدق انه مفيش حاجه اسمها تغيير واضح او تغيير ملموس، هي بتمشي لوحدها، هي هتيجي لوحدها. ممكن كمان إضافة للكلام ماجد إنه فقدان الثقة، أنا ما بقاش عندي ثقة لا في نفسي ولا الآخرين عندهم ثقة فيا إن أتغير. ففقدان الثقة والحافز اللي المفروض يبقى ورايا إن أنا يلا هنتغير، يلا هننمو في الجزء ده، يلا الأمر ده هنبطله. فقدان الثقة في نفسي والآخرين والحافز ده اللي مبقاش موجود بيشجعني، لأنه عدد المشجعين حوالينا قليلين. يعني لو جينا بصينا في الكنايس أو في الخدمات أو حتى في دوائر العيلة،
هتلاقي الناس اللي مشجعه ليك قليلين، لكن عدد الناس الناقده اللي بتدور على السلبي، اللي بتدور على الوحش، انت كنت زمان عمرك ما هتتغير، الجمل دي بتخليني بفقد الثقه في نفسي، والحافز ده يقل بشكل او باخر كل فتره. فلا انا مش عايز يعني اتغير. وديفيد ف كمان النموذج، فكره برضو ده اللي بيخليني افقد الثقه في نفسي. انا ايه النموذج اللي حاطه قدامي؟ مم. يعني ممكن احط نموذج قدامي يدمرني شخصيا. يعني نقدر نقول إن دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتلهينا ان احنا نكون بنتغير. ما هي يعني معوقات. يعني لما مم. احط نموذج على موضوع الثقه بالنفس اللي ديفيد كان بيتكلم فيه، انا حطيت حد قدامي كنموذج وبحاول اقرب منه في صورة ذهنية ثابتة انا حاططها مش قدام هتتغير. لا لا، عيني، بتكلم على سواء شخص، عن أنا نفسي او عن بتكلم اللي على فاتوا. شخص مادي موجود مم. قدامي. الشخص دوت ممكن يكسر يدمر ثقتي بنفسي. حطيته كنموذج ليا، حطيته كطريقه انا عايز اوصل للشخص دوت، ابقى عايش زيه، بعمل زيه. دي قصه رهيبه. يعني انا اعرف كتير قوي من الناس حياتهم وقفت بسبب ان هو كان نفسه يبقى زي فلان، ما خادم هو ده اللي احنا مشهور كنا او لسه حد. بنقوله من شوية، ان احنا لازم يكون عندنا خطوات واضحة في سكة التغيير بتاعتي، ان انا عايز اوصل لايه، واوصل ابقى شبه مين، واعملها ازاي، بالظبط، ويكون صح. منطقي. اللي تمام. كان بيقوله ماجد من شويه قبل النقطه ديت، مم. فكره انه مفيش اختبار شخصي او القديم، التقاليد القديمه. احنا ممكن يبقى في مجتمعاتنا عادات وتقاليد قديمه احنا متمسكين بيها، فانا متمسك بالتقليد ده او بالعاده دي اكتر من اللي انا اتغير. فالتمسك في جمود بالماضي، في التفكير. التمسك بالماضي ده مم. اعمى. مم. فبيحسسك ان هو القديم العادات القديمه، الشكل القديم، الطريقه القديمه، حتى في الكنائس والعادات القديمه. حتى مم. لو جه شاب يقود خدمه، أو لازم لو انت هتغير حاجه، لا ما ينفعش، احنا ايوه، كنا بنعمل كده، انت يعني اللي هتخترع اجتماعات الذره. الاحد صباحا. مم. لا اجتماع جميل حلو مكملين فيه. فالتغيير القديم بقى بصعوبه، لان خلاص انت اعتدت على الاشياء. اعتياد مم. الاشياء ده بيخليك بقيت زي ما كان ماجد بيقول، انت بقيت عبد للحاجات دي. لا، ده انا كمان بصدق ان الحاجات دي هي اللي هتنجح، وهي دي اللي فيها البركه، وهي دي اللي فيها ما هو ده اللي اتربينا عليه، وهو ده اللي اهلي واهلك واهالينا كلنا اللي قالوا لنا هو ده الصح نعمله، فخلاص احنا هنكمل بيه، وهو ده اللي عشناه واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. بالظبط مع انه الجديد ممكن يبقى احسن وافضل، بس احنا اعتدنا. ايوه بالظبط. لا انا اعتدنا موافق جدا على وما الكلام ده. عندناش مغامره التغيير، يعني مغامره ان احنا نغير في طريقتنا او نغير في صح. تفكيرنا. ما المغامره ليها ثمن، لازم اكون قد. وبرضه هرجع، مأساة كلها مرتبطه ببعضها دي. مم. يعني فكره ان انا ابقى عندي عارف انا واقف فين وعندي هدف، والحاجه الثالثه اكون مستعد ان انا ادفع الثمن. المغامره اللي بتتكلم عنها دي بقى في ثمن لازم هيدفع، من وقتك، من مجهودك. اللي كان بيقوله ديفيد من شويه، فكره الثقافه اللي انا متربي عليها، التخلي عن الثقافه دي ده امر مش سهل. يعني انا متعود مثلا اصلي بطريقه معينه او ارنم بطريقه معينه، الموضوع بالنسبه لي مرعب جدا انك تقول لي انه لا غير طريقتك في الصلاه او لا. يعني في ثمن هيدفع. حطيت هدف قدامي، عرفت انا واقف فين، بس هاجي عند مشكله تانية تقابلني، موضوع المغامره ده لا، مش عايز ادفع الثمن، فمش عايز اروح ناحيه الحته دي. يعني انا دايما بقول جمله لنفسي، بقولها كتير قوي، انه بلاش اقول انا عمري ما هعمل كذا. مم. بخاف جدا من الجمله دي. ليه؟ لان ما اعرفش بعد 5 سنين ممكن اعمل انا كذا دي. هعمل ايه؟ صح. يعني انا فاكر مره، يعني حاجه ممكن تكون كوميديه شويه. يعني احنا اتربينا في كنايسنا احنا واحنا صغيرين، فكره انك من ضمن القداسه اللبس، مم. فالشورت، انك انت ما تحضرش الاجتماع اجتماع وانت لابس بالشورت. شورت. مم. فانا كنت ده مش من زمان قوي، ده احنا لسه لا انا موجودين بتكلم بقى زمان بقى، كانت الموضوع اصعب بكتير. كان مم. ممكن يقوم عليك الحد يعني في القصه ديت يعني. تمام، كان في الثمانينات يعني شيء اوكي. فكان الموضوع مش سهل، فانا اتربيت على الثقافه دي قوي. فلما كنت بعمل مؤتمرات مثلا مع الشباب، ممنوع حد يحضر اجتماع بشورت وازعق والكلام ده كله. اكتشفت ان مع تطور الحياه مع الوقت بقيت بلبس شورت وممكن احضر بيه الاجتماع. فاكتشفت ان انا كنت بزعق لهم زمان وبتخانق معاهم زمان في الحته دي، وانا بقيت بعمل زيهم فلو دلوقتي. حد من بتوع زمان قابلني دلوقتي أيوة. هيبقى منظري ايه. فقررت اقول الجمله دي، انا مش هقول الجمله دي تاني، انا عمري ما هعمل كذا. دي في ثمن للتغيير، انك لازم تتنازل بعض الاحيان عن معتقدات انت شايفها هي دي النموذج وهي دي الصح وهي دي اللي ما تتغيرش. لازم يبقى عندك القدره على المغامره وانك تجرب حاجه مختلفه، فانك تبقى عارف الارض واقف عليها، عندك هدف وعندك استعداد تدفع الثمن مقابل كل خطوه. احنا بقينا كمان بنقدس القديم، يعني القديم والعادات القديمه والتقاليد القديم بقينا بنقدسها، مش بنعتبرها ان احنا ممكن نغير ونجدد. بنعتبرها حاجات احنا ما منزلة. فكرناش احنا ما فكرناش في اللي بنعمله. صح. احنا بقينا بنعمل من غير ما نفكر. احنا خدنا من القديم وبقينا بننفذ، عايزين بس نفكر. على فكرة ده اتطور بشكل او باخر. يعني مثلا لو هتكلم عني عن جيلي وعن جيل الاصغر مني، هو بينخفس
بيفحص كل حاجه بتتقاله، حتى يعني اذا كانت الوصايا ال10 اللي هي مثلا على طول كده، لا هو برضه بيبحث وبيدور فيها. لا اختلف معاك شويه في حته صغيره بس، فكره هو مش بمنطق ثمن التغيير. في فرق بين ثمن التغيير وفرق وسوري والتمرد. مم. يعني انا عايز اعمل حاجه مختلفه جديده. في شعرايه طبعا ما بينهم. مش اختلاف لاجل الاختلاف. أيوة. انا عايز اتغير فهدفع الثمن، فممكن اغير من ثقافه عندي، من فكره عندي، من طريقه عندي، من اسلوب عندي، من حياه بعيشها، من جدول يومي، ولا انا عايز اعمل حاجه جديده مختلفه وخلاص. يعني عايز التغيير لاجل التغيير. يعني انا قررت اعمل شعر بطريقه فلانيه، قررت البس طريقه فلانيه، يعني انت بتعمل ده لاجل هدف انت ماشي عليه، ولا لا انا عايز اجدد من شكل الدنيا بقى كده واكسر، او انه ما يتقالش عليا ان انا قديم، ما يتقالش عليا ان انا ما بعرفش او انت ماشي مع القطيع. فاهم. انا عايز اكون نحطها مختلف. في اطار اسمه الحريه. فانت بتعمل اي حاجه في حته اسمها الحريه، انا حر. لا يعني برضو عايزين نفرق ما بين كابولو ماجد التمرد، وانا عايز اعمل حاجه عكس عشان ابان ضد، او واللي انا بقى حر بقى اعمل اللي انا عايزه في اي وقت في اي مكان مع اي حد مع اي ناس. ايه ده انا حر؟ فشعار اسمه انا حر دي، يعني انت حقيقة مش حر، انت في قيود عليك في اجزاء معينه، في التزامات معينه، في مسؤوليات معينه بتخليك انت برضه تبقى مقيد. أيوة. غصب عنك. ايوه. طب خليني اسال سؤال، وعايزه اجابه امينه وغير نموذجيه. احنا كل فاده ما كناش يعني امناء. يعني مدخل السؤال يقلق من السؤال، عايز اجابه امينه تبقى متوقعه مش تبقى. هل الاجتماعات والمدارس والكورسات، والكورس الفلاني ده بيعلم عن كذا، والكورس العلاني في محاضر الفلاني، ويلا ندخل المدرسة الفلانية، والزحمة دي، هل ده بشكل أو بآخر ممكن يعطل تغييري وحركة نموي؟ انا كنت عارف ان ديفيد عنده راي في الموضوع ده، بس انا قلت انت اللي هتجاوب. لا انت راجل قسيس. طيب بصي، انا مش عايز اقول اجابه نموذجيه، بس عايز اقول ان كل الحاجات دي محفزه للتغيير. زي ما بنتكلم عن القعده مع الرب كل يوم، ده جزء لتغييري. الصلاه جزء لتغييري. المجتمع الروحي اللي حواليا جزء لتغييري. المدارس والخدمات والمؤتمرات واللقاءات ده جزء لتغييري. فبقول كتر الحاجات اللي بنعملها على مدار الاسبوع بتاعنا كتير، فبقاش عندي وقت اكتر على اللي انا باخده، بقاش عندي وقت اللي باخده ده افكر فيه واذاكره وابدا اطبقه. فانا بقيت عندي تضخم وتخمه معلومات رهيبه، وانا مش بعمل عايشينه حاجه بقى قليل. يعني خدنا كميه معلومات رهيبه في عمرنا، عايش كم منهم؟ دايما خدامي يسالوا سؤال مرعب كده، افتكر انت حضرت كام وعظه في حياتك؟ كام واحده فيهم فاكرها؟ عايشها وعايشها طبقتها يعني. لا انا اول حاجه تاني، انا اكمل على كلام ديفيد، بس في حته انه لما يجي حد بيقول لي انا طالع مدرسه فلانيه او تاخد الكورس الفلاني، دايما نقول له اسال نفسك هتعمل ده ليه، وخليك واضح مع نفسك. يعني انت رايح تنبسط، قول انا رايح انبسط، روح. رايح تقضي وقت حلو مع اصحابك، قول انا رايح اقضي حلو مع اصحابي، هدف برضه. يعني يعني انت عندك هدف رايح عشانه، خليك واضح مع نفسك. لكن فكره انك انت تربط ده بمستوى التغيير في حياتك، فتيجي من تقول انا حضرت او سمعت 17,000 وعظه وما اتغيرتش، انت مش واضح من الاول. انت رايح علشان مجموعه اصحاب حلوين رايحين مع بعض بنقضي وقت حلو مع بعض، او رايح عشان المرنم الفلاني او الخادم الفلاني بحب اسمعه. خلينا واضحين، الحاجات دي كويسه وجميله، بس المشكله فيها انك انت كرايح تحضرها بتخدع نفسك. بتخدع نفسك. انا خدت كورس عن الحياه المنطلقه مش عارف ايه، والمسميات الحلوه كلها مسميات رائعه جدا بجد، مش كلام، بس الفكره بتبقى فعلا مفيده، بس هي توجه الشخص اللي راح يحضر. انت بالظبط كده، يعني مفيده اللي رايح علشان يتغير. انا رايح فعلا عشان اسمع حاجه هتغير بيها، هيقيس مستوى التغيير في حياتي. لكن ببقى رايح فعليا عشان انا مخنوق. انا بعرف ناس كده تقول لي، بقول لها يعني المدرسه دي هتفيدك بحاجه؟ بص انا مخنوق ومضغوط في الشغل، اهو يومين بغير فيهم جو. حلو، روح. يعني انت بس يبقى الهدف ده قدامك طول الوقت. بالظبط. يعني ما نربطوش بقى بالتغيير، ما نقولش ايه انا سمعت 17,000 وعظه، خدت 15 مدرسه وما اتغيرتش. ما احنا واضحين من البدايه، انت بتحضر الحاجات دي لاي سبب تاني، مش مفاجاه في الاخر. بالظبط. لكن لو هي عشان التغيير، انا ماشي بهدف، فهدور على المدارس او الكورسات او الحاجات اللي تخدم الهدف بتاعي، حتى لو الاجواء بتاعتها مش ممتعه، حتى لو المتكلمين انا مش عارفهم قوي. فانا رايح علشان الهدف بتاعنا، انا رايح عشان الحاجه اللي انا بحاول اسعى لها واحققها. فالموضوع حلو وقيم جدا، وانا دايما بقول الجيل ده متبارك بكم الحاجات اللي بتقدم ليه فعليا، متبارك بالقصه دي قوي. بس هي المشكله ان نبقى واضحين مع نفسنا، احنا رايحين ليه وعشان ايه،
ونقيس مستوى التغيير اللي بيحصل في حياتنا. عايز اقول برضو حاجه للكنايس والخدمات. بما اننا اتكلمنا عن الافراد اللي بيحضروا، لا نقول كمان حاجه للكنايس والافراد الخدمات بتقدم. اللي بتعمل كده. واحد، انت ما تعملش اللي بيطلبه المستمعون، مش عشان عايزين مدارس بالكميه دي فتعمل عشان ترضيهم، لا، عشان وكمان تبسطهم. المواضيع اللي جوه اصلا بتتقدم عشان الناس عايزه تسمع ده. فانت بتعمل عشان ما يطلبوا المستمعون. هم عايزين مدارس بالشكل ده بالكميه دي، فانت بتعمل عشان هم عايزين. فانت طبعا ده بتخليك تبذل مجهود رهيب. 2، ركز على حاجه عشان تتسع. التشتيت وكترها مش حاجه في مصلحه الخدمه او مصلحه الكنيسه. فانت لما بتعمل ايام رياضيه ومدارس كتاب ونهضات ومؤتمرات، فتلاقيك التشتيت ده بيخليك مش متسع، بتلاقيك ضيق. فركز على اكتر حاجه الرب عايزك تعملها عشان تكبر فيها وعشان تتسع. الحاجه الثالثه اقولها كمان للكنايس والخدمات، اختاروا الناس اللي تحضر. فانت مش معقول لما بتعمل مدرسه كتاب تجيب خطاه، مع احترامنا للخطاه، بس الخطاه ليهم امورهم. او انت عامل مدرسه لاهوتيه تجيب ناس لسه بادئه مع ربنا. فاختار الناس، اعمل استماره، وظف صح، واختار، وسكن اعمل الناس مقابلات عشان مين الشخص المناسب اللي هيطلع بالكورس ده او بالمؤتمر ده انت عايز يحقق الهدف بتاعه. يعني خليني ألخص اللي قلناه كله في جملة، إنه التغيير هتعرف تلخصي لنا كله؟ احنا قلنا كلام كتير قوي في جملة ده، في برافو جملة عليك. واحدة هبهركم دلوقتي. إنه التغيير هو دوافع. يعني من أول إنه أنا بتغير ليه، عايزة أوصل لإيه، لأهدافي لإيه، أنا بحضر مؤتمرات ومدارس وبتعلم أصلا ليه، كله نابع من جوه. صح، من جوه. يعني برضه يعني مش عايز اكتفي بدوافع بس، يعني انا يبقى عندي الدافع لكن كمان خطه. يعني مفيش تغيير بدافع بس، الدوافع جميله اغلب الاوقات. يعني لا، مش دايما. لا، بصي يعني اسالي يعني انا عشان يعني في الخدمه بقالي فتره طويله وبتعامل مع شباب كتير، فدايما السؤال انا مش عاجبني حالي. الدافع موجود ومش عاجبه حاله وعايز يغير، بس الفكره في بقى منهجيه كمان البلان، للتغيير. الخطه اللي انت هتشتغل عليها مفيش. صح. ومش عايز خطه مكلفه، ومش عايز خطه ما تدفعش فيها ثمن، وعايز خطه سريعه بالظبط، يحقق مكسب بسرعه فيها. ومش عايز يمشي سكه، ومش عايز يمشي طريق، وعايز ينبسط. فهو حاطط كل احتياجاته كلها قدامه كده، عايز يعملها ويتغير. عايز انبسط واستمتع وانام سحرية وانتخ وحياتي مش زي ما تخلص هي. كل ده. ومجرد بس اخد وقت اصلي فيه. انا في ناس بيقول لي كده يا ديفيد فعلا، يعني صلي لنا. طب صلي لي بس وهو بقى كويس، عشان يعني ايه ثقه بقى كويس، يعني حاضر اصلي لك. يعني لو ما بقتش كويس عم صليت لك، يبقى المشكله فيا انا ولا في ايه؟ طيب انا مش عارف. او يجي قول لي يعني انا بعمل قاعد مع حد كده وجايب ورقه وقلم، قول لي ايه الخطوات بقى اللي اعملها، ما امليها له عشان اتغير. فهي الدوافع موجوده، بس الطريقه اللي انت بتتابعها دي ايه الخطوات؟ اصلي واقرا الكتاب واروح الكنيسه وبقابلني لو اتغيرت. يعني هقول لك ايه؟ طيب يعني ايه اللي انت عايز توصل له، وايه الثمن اللي هتدفعه؟ لان الصلاه، قراءة الكتاب، الكنيسة، علاقتك بالمؤمنين، عندك خادم بيتابعك بيمشي وراك، كلها حاجات رائعة بس تستخدم صح. تتعامل معاها صح. تعرف تتبارك بيها في حياتك. يعني معلم. امين. انا انبسطت جدا بالمشاركه دي. احنا جدا يعني كان نفسي يكون وقت اكتر من كده كمان، احنا عندنا كلام تاني كان ممكن نقوله. انا انبسطت جدا وانبسطت بالحوار دوت. انا انبسطت جدا بوجود ماجد، وانت كمان. حوار جميل، وانا اكتر. ويستخدم الرب الحاجات دي لبركه الناس. امين. شكرا ليكم، وشكرا لكل الناس اللي كانوا بيسمعونا. استنونا وحلقات تانية كتير بتتكلم عن التغيير والنمو، وازاي اكون بمشي سكة تغيير وتشكيل روحي حقيقية مع ربنا.